وزارة الرياضة الأرجنتينية: يجب على ميسي الاعتذار عن العنصرية. طالب خوليو غارو وكيل وزارة الرياضة الأرجنتينية: نجم المنتخب ليونيل ميسي بالاعتذار عن تصرفات زملائه العنصرية تجاه لاعبي منتخب فرنسا. وانتشر مقطع مرئي لإنزو فرنانديز لاعب منتخب الأرجنتين ونادي تشيلسي الإنجليزي وهو يغني في الحافلة رفقة زملائه بعد الفوز ببطولة كوبا أمريكا، أغاني كانت تحتوي على كلمات عنصرية تجاه لاعبي المنتخب الفرنسي. لقوم الاتحاد الفرنسي لكرفيا لقدم بلا التقدم بشكوى على نظيرها الأرجنتيني بسبب الأغنية. وطالب غارو نجم الفريق ميسي ورئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيان بتقديم اعتذار علني عن تصرفات لاعبي المنتخب وفقا لصحيفة كلارين الأرجنتينية. وأضافت نقلا عن غارو: يجب أن يعتذر قائد المنتخب أيضا عن هذه الحادثة، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد. هذه مشكلة تضعنا في موقف سيء كبلد، خاصة في وقت احتفالات كهذا، لذلك أرى أن الاعتذار سيكون جيدا لبلدنا وللعالم.